امتى نعمل تكميم لمريض حموضه وارتجاع في المريء؟ القواعد الاساسيه لجمعيه الافس وجمعيه الاي اس ام بي اس بتقول ان مريض الحموضه وارتجاع المريء ما ينفعوش تكميم، بيعمل له تحويل مسار مصغر او تحويل مسار كلاسيكي. وممكن نعمل تكميم لبعض المرضى اللي عندهم مشاكل ارتجاع وحموضه بسيطه، مشاكل حموضه وارتجاع بسبب وجود فتق في الحجاب الحاجز. وقتها ممكن نعمل اصلاح لعضله الحجاب الحاجز واصلاح فتق الحجاب الحاجز. وممكن نعمل تكميم لو الاعراض بسيطه، مفيش التهاب في المريء، مفيش مرض بارت اسوفيجاس، او في حاله وجود فتق في الحجاب الحاجز، فتق بسيط موجود وممكن يكون هو ده سبب الحموضه وارتجاع المريء. وقتها بنعمل اصلاح فتق الحجاب الحاجز ونعمل تكميم المعدة. ولكن للحقيقة المريض بعد العملية وارد يكون معرض لوجود حموضة وارتجاع بسيط والأعراض تستمر بعد العملية. عشان كده دورنا على حلول للحموضة وارتجاع المريء مع السمنة المفرطة للمرضى اللي غير مناسب ليهم تحويل مسار مصغر أو كلاسيك، وهو التكميم الصمامي. وانتظرونا في شرح كل خطوات العملية باستفاضة، وهنقول لحضرتك مين اللي مناسب ليه التكميم الصمامي وامتى نعمله وازاي بيحسن جودة حياتك بعد العملية.